الطفل حديث الولادة لازم يتابع مع دكتور بدون شكوى، لأن بلاقي أمهات مثلا جاية تكشف لأول مرة في حياتها والطفل عمره 9 شهور بحجة إن الطفل عمره ما تعب، فمش فيش يعني مفيش داعي إنها تكشف. وبعدين أقوم أكشف على الطفل فحص حديث الولادة بقى لأنه ما عداش على دكتور، واكتشف كوارث. ألاقي الولد ما عندوش خصية، ألاقي الطفل ناقص في النمو جامد، ألاقي مشاكل كتير مش هتبان إلا بالفحص الدوري. فالطفل أول 6 شهور لازم يعدي على الدكتور على الأقل 3 مرات. يعني أنا عندي في العيادة الناس بتيجي تكشف اول ما بيتولد الطفل في اول يوم او تاني يوم، واديله استشاره واتنين لحد ما اطمن اول شهر ان الطفل ماشي كويس، وبعدين اقول للام روحي وتعالي مثلا عند عمر الشهرين، بعدين عند عمر الاربعه وعمر السته. انا كده يعني بطمن على الطفل كويس جدا. انما مفيش مبرر يخليك ما تعديش على دكتور طفل حديث الولاده، لازم يتفحص ويتفلى ونشوف هل في عيوب خلقيه، هل في مشاكل. ان الطفل مش هيشتكي، مش هيقول لك انا تعبان يا ماما، اصلا انا عندي حاجه تعباني، اصلا انا عندي في مشكله ما ظهرتش. بلاقي طفل عمره شهرين ووزنه ما زادش 1 جرام فقط وداخل في جفاف وهم مش واخدين بالهم. مين اللي هياخد باله؟ الدكتور في المتابعه. فما فيش حاجه اسمها اقعد اسال على الجروبات يا جماعه ابني حاسه انه مش عارف ايه، اصل طب احط له لبن صناعي، وتاخد راي الامهات، هم زيهم زيك. يعني هم زيهم زيك، لو واحده قالت رايها ده رايها بناء على قصه ابنها، ملهاش علاقه بابنك. حتى لو الظروف الماديه ما تسمحش، لا روحي واكشفي، تعالي لي العياده مجانا. انا مدي تعليمات للسكرتيره، اي حد مش قادر يخش يكشف مجانا من غير ما تيجي تسالني اصلا. وكل الدكاتره على فكره عامله كده، انا مش عامل عرض خاص يعني. انما ما فيش مبرر يخليكي ما تكشفيش. انما ما ينفعش ان انا اكون مقتدر او حتى حالتي متوسطه وجوزي بيشرب سجاير ب 3 4000 جنيه في الشهر ومستخسره في ابنك اللي لسه مولود انك تكشفي. خلاص، ربنا يحفظ ولادكم جميعا، وبلاش يعني نستهتر بصحه ولادنا، عشان بلاقي كوارث كتير كلها بسبب ان احنا مش مقدرين الخطر، او مش شايفين ان الموضوع ذو اهميه. يعني الموضوع بسيط، يعني هشوف واحده جارتي اسالها على دواء اجربه، الحاجات دي. ربنا يستر على اولادكم.